عملت لكم وصفه العدس ده، صورتها لكم في فيديو، هيظهر لكم في اخر الفيديو ده، تقدروا تخشوا في الوصفه معمول ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم جوعتني. انا حاولت كده او انا فكرت كده ان انا اعمل سلسلة عن اكلات الشتاء، الاكلات اللي احنا بناكلها في الشتاء اللي ما لا ينفعش يعدي شتاء لما بناكلها. اول اكلة معانا العدس الاصفر. بص عامل ازاي، طبق كبير. طبعا هو عشان سخن فعمل طبقة من على الوش. ومعانا شوربة العدس، دي العدس اللي هو بالشعرية. بص اوريك شكله عامل ازاي، بص عامل ازاي. ده العدس اللي هو بالشعرية، ودي شوربة العدس، الشوربة اللي هي قبل ما نحط الشعرية. معانا بتنجان مخلل وقوطة مخللة وشوية عيش شامي محمصينه والعيش البلدي والبصل الأخضر. ده أساسي أساسي. طبعا الشطة دي عشان أنا لازم أكل الأكل ده بالشطة، ما ينفعش أكله من غير الشطة. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بالشكل ده. انا ما باكلش العدس بعيش كتير، طريقة اكله يعني باكله بالمعلقة زي ما هو كده. بس احنا نعمل اول واحدة ودن قطة كده. حلو اوي. عملت لكم وصفة العدس ده، صورتها لكم في فيديو، هيظهر لكم في اخر الفيديو ده، تقدروا تدخلوا في الوصفة معمول ازاي. الشوربة دي بقى طعمه جامد قوي. شوية القوطة دول عاملين ازاي، دقة التوم، شوية بتنجان مخلل، بتنجان المخلل ده ايه. البصل الاخضر ده يطلع اي حاجة من الجسم، بارد بقى استني الفيديوهات الجايه كتير عن اكلات الشتاء. اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه من ضمن اكلات الشتاء اللي انتوا بتاكلوها، هعملها اصورها لكم واجوعكم واجرقكم. خلاص اخر حبه. مش قادر. اخر معلقتين. الحمد لله. ان انتوا تاكلوا العدس في الشتاء، في الوقت الشتاء القارس. استنوني في الفيديوهات الجايه موت. اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واستنوني الفيديوهات الجايه الجديد شديد. سلام. معلقه سمنه، شويه زيت، معانا الخضار، جزر، فلفل، بصل، قوطه، 3 فصوص توم، نحطهم
يتشوحوا شويه. عندنا العدس الاصفر مغسول متصفي، ننزل بيه على الخضار. نحط شويه كمون، مرقه ماجي، ومعلقه ملح. الكلام ده كله تقريبا مع بعض. نضيف الميه المغليه، وهنسيبهم ياخدوا غلوتين مع بعض. بعد كده نرجع نبص عليهم. بعد نص ساعة رجعنا نبص عليه بعد ما خلاص كل الخضار استوى. عندنا البصلة متحمرة اللي هي التقلية، هنحطها عليه عشان نضربهم كلهم مع بعض بالهاند بلندر. وبالهاند بلندر هنضرب الكلام ده كله مع بعض. عندنا الشعرية ديت احنا عملناها، حمرناها في الزيت، بعد كده حطينا لها شوية مية سلقناها فيها، وحطينا لها بس شوية ملح. هنضيفها على بقية العدس أو شوربة العدس ونديها تقليبة. احنا عملنا العدس بتاعنا، شكله عامل ازاي، تقيل وحلو. تعالوا بقى يلا نروح ناكل ونجهز السفرة واوريكم طعمه عامل ازاي. يلا بينا. كده يبقى احنا عملنا اجمد عدس ممكن تاكلوه في الشتاء، يدفي المعدة والقلب والناس التعبانة والسقعانة، معاهم شوية مخللات وعيش كده وحاجات حلوة أوي وشوية بصل. تعالوا كله معايا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، واللي مفعلش زر الجرس يفعله، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. قناتي وقناتكم جوعتيني. سلام.